عبد الله السعيد يوجه لطمة قوية جدا للزمالك، ويتمرد على نادي الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة. لا تزال قضية عبد الله السعيد تؤجج التوترات في نادي الزمالك. وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن تأخر عبد الله السعيد عن الانضمام إلى معسكر الفريق مرتبط مباشرة بأجوره المتأخرة، وقد تلقى صانع الألعاب وعودا كثيرة وعديدة بالدفع، ولكن دون جدوى، ولم يسدد سوى جزء ضئيل جدا من المبالغ المالية المستحقة للاعب عبد الله السعيد، ولا يزال ينتظر باقي حقوقه طبقا لما تم الاتفاق عليه مع إدارة نادي الزمالك. وأشار مصدر آخر داخل نادي الزمالك أن عبد الله السعيد قد عاد من أجازته في اليونان، ولكن لم ينضم إلى معسكر الفريق التدريبي لنادي الزمالك، مما أثار غضب إدارة نادي الزمالك والجماهير الزملكاوية. أصبحت الأمور زادت تعقيدا في وقت يحتاج فيه نادي الزمالك إلى جميع لاعبيه الأساسيين لمواجهة موسم صعب جدا يتسم بالضغوط المالية والرياضية. وتجسد قضية عبد الله السعيد الصعوبات المتكررة التي يواجهها نادي الزمالك، وهي مشكلة تتعلق أو تعوق الاستعداد لموسم كروي صعب جدا على فريق نادي الزمالك في ظل وجود منافسة شرسة على لقب الدوري المصري، وخصوصا النادي الأهلي. النادي الأهلي الذي يتمتع بالاستقرار والاستمرار وتوفير جو مناسب لجميع اللاعبين من أجل الاستفادة الكاملة لخدمات لاعبيه طبعا للحصول على لقب الدوري المصري. الأهلي يتسم بالاستقرار والاستمرار في صرف جميع مستحقات اللاعبين من أجل توفير جو مناسب وبيئة مناسبة للاعبين للاستفادة الكاملة من خدمات اللاعبين. عبد الله السعيد يتمرد على نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة. اللاعب لم يحضر التمرين وأغلق تليفونه، ولم يتم الرد على إدارة نادي الزمالك. مستحقات عبد الله السعيد المتأخرة سبب كبير ومباشر في عدم انضمامه لمعسكر الفريق في ظل وجود موسم كروي صعب، وطبعا نادي الزمالك داخل على المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، فبالتالي نادي الزمالك يحتاج لجميع لاعبيه في ظل هذه الظروف. قضية النجم البرازيلي بيزيرا لاعب نادي الزمالك، وطبعا أيضا متمرد على نادي الزمالك وأغلق تليفونه وما بيردش على أي حد من إدارة نادي الزمالك. اللاعب يتلقى عرضا قويا من نادي أهلي دبي، ونادي الزمالك يضع شروط قوية لانضمام اللاعب لنادي أهلي دبي. ونادي الزمالك يضع شروطا قوية لبيع بيزيرا إلى نادي أهلي دبي. الزمالك طالب 6 مليون دولار لحل أزمة نادي الزمالك المالية، ولكن اللاعب غضب شديد جدا من إدارة نادي الزمالك، بيقول إن الزمالك واقف في قدام مستقبله. طبعا أزمة عبد الله السعيد وأزمة بيزيرا هتشكل وهتسبب مشاكل كبيرة لنادي الزمالك في ظل وجود موسم كروي صعب، داخلين على دوري أبطال أفريقيا وموسم الدوري المصري الممتاز. هذا الموسم موسم صعب جدا جدا في ظل وجود نادي الأهلي ونادي بيراميدز.